السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير واحوالكم في امان الله. مرحبا بكم معي في فيديو جديد. صباح الخير عليكم، نتمنى تكون اموركم كلها طيبه. اول حاجه، فين هاد الغيبه؟ فين غابرين؟ طبيعي مع العطله اكيد ما غاديش تبقى المتابعه ديالكم بنفس الوتيره. المهم انا مستمره معكم في التحفيز، ما توقفتش واخا العطله. كنحاول انني نستمر في النشر ديال الفيديوهات التحفيزيه باش نحافظوا على الاستمراريه، وكذلك باش نكملوا في سلسله التخطيط العام الجديد. واكيد هذا الفيديو غادي يكون الموضوع ديالو داخل في هذه السلسله، فبقوا معايا باش نبداو الموضوع ديال اليوم. فقبل ما نهضروا على الأهداف، وقبل ما نعمروا الأوراق، وقبل ما نحطوا خطط كبيرة للسنة الجديدة، بغيت نوقف معكم في واحد الحقيقة اللي بزاف منا كيهرب منها. كيفاش غتخطي لحياتك وانتي مازال ما تصالحتيش مع راسك؟ كيفاش غادي تبداي صفحة جديدة وانتي مازال كتحاربي الذات ديالك القديمة؟ تخطيط أكيد ماشي جداول، ماشي أفكار كبيرة. التخطيط الحقيقي كيبدا من الداخل. التخطيط كيبدا من الطريقه اللي كنتعامل بها مع راسي، من القيمه اللي كنعطيها لنفسي، من الجرأه اللي كنقول بها انه قبل ما نحسن حياتي خاصني نفهم علاش مازال كنكون قاسيه مع نفسي. ففي هذه السلسله ماشي فقط غادي نبنيو واحد السنه جديده ونخطو ليها، ولكن غادي نبنيو واحد العلاقه جديده مع الذات، علاقه ما فيهاش جلد الذات، ما فيهاش لوم الذات، ما فيهاش مقارنه، ما فيهاش ضغط باش نكون واحد النسخه اللي هي مثاليه. اقوى اساس للتخطيط هو انك تكوني متصالحه مع نفسك قبل ما تكوني ناجحه في حياتك. فمرحبا بكم في هذا البودكاست اللي غادي نرجعوا فيه لاعمق نقطه، هي انه كيفاش نبدا سنه جديده وانا كنبغي نفسي بصدق، ماشي بالشعارات. فاول نقطه نتفقوا عليها كاملين هي ان حب الذات هو الاساس اللي كيحمي اي خطه من الفشل. قبل ما ندخلوا لاي تخطيط خصنا نعترفوا بواحد الحقيقه. شتي اغلب الخطط اللي حطيتي في سنوات سابقه ما فشلش لانك ضعيفه، فشلات لانك دخلتي للسنه الجديده وانتي متصالحه مع الجميع الا نفسك. فكيفاش بغيتي تلتزمي بواحد الخطه وانتي مازال كتعاملي مع راسك بمنطق كيقول ما خاصنيش نرتاح، خاصني نكون بخير دائما، خاصني نرضي الجميع، ما عنديش الحق نغلط؟ فالانسان اللي ما كيتعاملش مع النفس ديالو بلطف برفق ما يقدرش يمشي بعيد، لان كل خطوه كيديرها كتكون مبنيه على الضغط، ما مبنياش على الوعي. فحب الذات هنا ماشي شي حاجه ثانويه، حب الذات هو البيئه الداخليه اللي كتنبت فيها الخطه الجديده. نعطيك مثال، تخيلي معايا انك باغيه تحسني الصحه ديالك في السنه الجديده، ولكن كل مره كتبغي تبداي واحد الخطوه كتسمعي واحد الصوت داخلي كيقول لك فاتك الوقت، عمرك ما غادي تقدري تلتزمي، غادي تعاودي نفس الاخطاء. وفاش كتسمعي هاد الصوت تقدري تمشي لواحد الخطوه يعني للقدام؟ اكيد ما غتقدريش، لان المشكله ماشي في التخطيط، المشكله في العلاقه اللي بينك وبين ذاتك. فباش تبني واحد الخطه قويه لسنه جديده خاصك تبداي من صفر نقطه. بمعنى كنسول راسي بعض الاسئله، شنو نوع العلاقه اللي عندي مع نفسي؟ هذا اول سؤال. فهاد العلاقه واش علاقه دعم ولا علاقه محاكمه؟ يعني دائما كنبقى نحاكم راسي وكنجلد في راسي وكنلوم راسي. واش هي علاقه صبر ولا علاقه استعجال؟ واش كنعطي لنفسي الوقت فاش كنبغي نغير من نفسي للافضل، ولا زربانه باغا نشوف نتائج فوريه؟ واش علاقه احترام ولا علاقه فيها دائما جلد ولوم؟ فمني كتبدلي هاد العلاقه كيبدا التغيير الحقيقي، حيت الخطه كتبنى فوق حب الذات. كتكون واحد الخطه اللي فيها الالتزام اسهل، فيها الانتكاسات ولكن انتكاسات اللي هي طبيعيه، حيت النجاح كيبدا تدريجيا، فما كيبقاش عندك داك الضغط. كتعرفي انك كتخدمي مع نفسك ماشي ضد نفسك، وهنا كيبدا التخطيط يكون عنده واحد المعنى حقيقي. تاني حاجه، حب الذات هو اعاده ترتيب الداخل قبل ما نرتبوا الخارج. حيت اغلب الناس فاش كتقرب سنه جديده كيبداو كيخططوا الخارج،
يعني كيبداو يحطوا اهداف، كيبداو يديروا برامج، كيبداو يرسموا جداول. فالحقيقه اللي قليل كيوقف عندها هي ان الداخل اذا كان غير مرتب اي محاوله لتنظيم الخارج غادي تفشل. فشنو كنقصد بالداخل؟ الداخل هو داك الخيط اللي كيجمع بين المشاعر ديالك، الطاقه ديالك، توقعاتك من نفسك، والصوره اللي انت باغيه تكوني عليها. فهاد الخيط الا كان مقطوع اي خطه كتحطيها اكيد كتفشل. كيفاش انت غادي تنظمي حياتك للسنه الجديده وانت مازال كتخافي من ارتكاب الخطا؟ كتحملي راسك اكثر من الطاقه ديالك، كتحسي بالذنب الا ما عطيتيش فوق القياس، كتعاملي مع الاهداف ديالك بمنطق خاصني ماشي منطق باغيه، فكتخلي كذلك راي الاخرين يحدد القيمه ديالك. فهاد التضاربات الداخليه كدير بحال واحد الضباب في العقل ديالك، كتخلي اي خطه مهما كانت قويه غادي تفشل في البدايه ديالها. فحب الذات هنايا هو واحد العمليه ديال ترتيب هذا الضباب، ماشي باش نغطيوه ولا باش نجملوه، ولكن نوقفوا ونسولوا راسنا بصراحه علاش كندير هذا الهدف. واش هذا التغيير اللي بغيته فعلا كنحتاج ليه انا، ولا بغيت نبان مزيانه قدام الناس؟ واش هاد الخطه سهله عليا، ولا غادي نزيد نتقل بها على راسي ونزيد نضغط بها على راسي؟ فحب الذات في هذه المرحله هو بحال واحد الفلتره ديال الاهداف اللي ماشي ديالك، ديال المعايير اللي جبتيها من الناس، ديال الادوار اللي تحملتيها بلا وعي. فكتجيك واحد اللحظه قويه الا فهمتي هذا الشيء وكتبداي تحذفي كاع الاهداف اللي ماشي ديالك. كتخلي فقط اللي كيمثلك، اللي كيغطي حياتك وكيعطيك واحد الطمأنينة وكيعطيك واحد التوازن نفسي. وصدقيني فاش كتولي الخطة ديالك مبنية على شي حاجة جاية من الداخل ديالك، هذيك الخطة كتولي بسيطة، كتولي واضحة، ما كتحتاجيش فيها مجهود باش تلتزمي بها، لأنها في الأصل كتكون منسجمة مع الذات ديالك. والنقطة الموالية اللي ما كتقلش الأهمية ديالها على النقط اللي ذكرت هي أن حب الذات هو المصالحة مع النسخة اللي كانت كتعرقل الطريق ديالك. يعني مين كنهضروا على سنة جديدة غالبا كنساو أن أكبر حاجة كتوقف البداية هي أن النسخة القديمة ديالنا كتعرقل هذيك البداية. هذيك النسخة اللي كانت كتسكت على التعب، هذيك النسخة اللي كانت كتقول ماشي دابا على كل رغبة شخصية، هذيك النسخة اللي كانت كتدفن الغضب، كتفني الغضب ديالك باش تباني ظريفه وتباني بنت الناس. كنتي كتجري ترضي كل شيء الا نفسك، كنتي كتعاودي نفس الاخطاء ولكن كتجلدي نفسك اكثر من اللازم. ففي هذه المرحله من التخطيط للسنه الجديده، الحب ديال الذات ماشي انك تهربي من هذه النسخه، الحب ديال الذات هو انك توقفي معها وجها لوجه، تفهمي علاش كانت كدير هذا الشيء وكيفاش كدير هذا الشيء. فحب الذات هنا هو اعلى مستوى من النضج، انك ما تعامليش مع ذاتك القديمه كعدو، ولكن كإنسانه كانت كتخدم بالوعي اللي كان عندها، كانت كتجاهد باش تبقى واقفه، باش ما تخسر حتى شي واحد، باش ما تبانش ضعيفه. فهاد النسخه اذا ما تصالحتيش معاها غتبقى تابعك للسنه الجديده، غتلقي عندك نفس الردود ديال الفعل، عندك نفس المخاوف، عندك نفس التردد، عندك نفس الدفاعات، نفس الطريقه ديال التعامل القاسيه مع نفسك. فهنا كتكون المصالحه، والمصالحه هي بدايه التحرر، هي انك تقولي لنفسك سمحت ليك ولكن ما غاديش نخليك تسوقي حياتي عاوتاني مره واحده اخرى. هنا كتولي عندك واحد المساحه جديده، واحد المساحه تقدري تبني فيها واحد النسخه واعيه، نسخه متصالحه، نسخه قادره تخطط بلا ضغط، تغير بلا جلد، تفشل وترجع توقف بلا ما تعتبر راسها فاشله وخايبه وما عندهاش التزام. لأن حب الذات الحقيقي هو أنك تعترفي بأن اللي فات فات، ولكن تحترميه، تبني شي حاجة أحسن بلا حرب داخلية. وهذا الشيء هو المفتاح باش أي خطة نديروها في السنة الجديدة تكون مبنية على أرض صافية، ما تكونش هاد الأرض مليئة بصراعات داخلية قديمة. فهنا من بعد ما فهمنا أن حب الذات هو الأساس وهو اللي كيخلي كل خطة تكون ناجحة، ممكن أننا نمر للجانب العملي.
فأكيد فهمنا أن حب الذات ماشي كلمات جميلة، ماشي شعارات، ولكن هو أفعال صغيرة يومية كتعطي الخطة ديالنا القوة باش تحقق. فشنو المقصود بهذه الأفعال؟ أول حاجة خاصك تكوني قادرة أنك تقولي لا بلا خوف لأي حاجة غادي تسرق الطاقة ديالك، ولأي حاجة غتبعدك من الأهداف اللي غادي تحطي. كذلك نكون قادرين أننا نستمعوا للذات ديالنا كل صباح كل ليلة، كنسولوا راسنا شنو اللي محتاجين، شنو الشعور ديالنا. نكون قادرين كذلك نحدوا الأولويات ديالنا بوضوح، ماشي على حسب توقعات الآخرين ولكن على حسب ما هو فعلا مهم لينا حنايا. نكون قادرين نعتنيو بالجسد ديالنا وبالنفس ديالنا بلا شعور بالتقصير، بلا شعور بالذنب. نتهلا في النوم ديالي، في الغذاء ديالي، في الحركه، في الوقت ديالي ديال الراحه. هذه امور اللي خاصها تكون بديهيه وما نعتبرهاش واحد الحاجه اللي هي زايده. كذلك نحتفل بالنجاحات اللي كندير، لان هذوك النجاحات هما المؤشر الوحيد على انك كتقدمي، راه ماشي شي حاجه اللي هي عاديه. فهنا الا التزمتي بهادشي كيتبدل كل شيء. الخطط ما كتبقاش كتولي مجرد ورق ولا احلام، كتولي جزء من الحياه ديالك اليوميه، كتولي ممكنه. فحب الذات غنعتبروه بحال واحد ليسانس ديال هذا التخطيط. كل ما كنتي صادقه مع نفسك، كل ما كانت الخطه ديالك متينه واقعيه مستدامه، فكل ما كان عندك واحد الوعي باللي كتبغي نفسك بصدق، كل ما كانت السنه الجديده واحد التجربه اللي هي متوازنه غتلقاي فيها ثمار، ماشي مجرد محاوله للتغيير بدون اساس. اكيد سنه جديده هي كتقرب والاهداف كتسنى، ولكن قبل ما نبداو اي خطه بغيت نذكركم من خلال هذا البودكاست ان اول مفتاح للتغيير هو حب الذات. راه ماشي الوتيره، ماشي السرعه باش كنمشيو، ماشي الجداول اللي غادي نكتبو، ماشي الدفاتر، ولكن الطريقه اللي كنتعاملوا بها مع نفسنا، الطريقه اللي كنتعاملوا بها مع الماضي ديالنا، الطريقه اللي كنوفروا بها الوقت والاحترام للذوات ديالنا. فاي حاجه كديريها لراسك وكتعبري بها على الحب ديالك لنفسك كتقويك باش تبني خطط اللي هي واقعيه وصادقه ومستدامه، يعني كتقدري تلتزمي بها. فكل ما بغيتي راسك اكثر، كل ما كان التخطيط للسنه الجديده سهل وجميل وممتع واكيد غادي ينجح. فقبل ما نشكركم على المتابعه ديالكم، على الوقت اللي خصتوه للاستماع لهذه الحلقه، على الجرأه باش كتواجهوا كل نهار الدوات ديالكم، وكان لمس هادشي من خلال التعاليق ديالكم على الرغبه الحقيقيه في التغيير. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تشاركوه، ديروا لايك وخليوا لي تعليق باش نقدروا نكملوا في هذه السلسله بطريقه كتخدمنا كاملين ان شاء الله. شكرا على المتابعه وحسن الاستماع، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو القادم. الى اللقاء.